ده تلفزيون سامسونج 55 بوصه، اشتريته تقريبا من حوالي سنه. لما جيت اشتري التلفزيون ده الشخص اللي بيبيع لي قال لي انت عايز الريموت بتاع سنه 2020 ولا 2021؟ قال لي هيكون في فرق 100 او 200 جنيه، مش فاكر بالظبط الفرق كان كام، بس قلت له ماشي. ما كنتش عارف ليه الفرق ده، بس بعد ما فتحت التلفزيون واستخدمت الريموت عرفت ليه الفرق ده. هو ده الريموت الجديد اللي هو بتاع سنه 2021، هتلاقيه هو بالظبط نفس الشكل بتاع سنه 2020 اللي هو القديم، بس اول ما تعمل كده هتلاقي ان هو بيتشحن بمدخل تايب سي، واول ما تلفه برضه هتلاقي ان هو فيه طاقه شمسيه بيتشحن بمجرد بس ضوء الشمس، عكس القديم اللي هو بيشتغل ببطاريات. وطبعا حاجات البطاريات دي حاجه ممله جدا. غير كده برضه في القديم هتلاقي ان هو بيشتغل بالنظام القديم بتاع الريموتات اللي هو بيبقى فيه لمبه هنا بتطلع انفراد، لكن يعني بتكون مشله شويه لو في حاجه قدامه ولا بتقعد تتحرك بقى ريموت وكده. عكس ده لو انت مثلا عملت كده وقلت له ان انا عايز افتح مثلا شاهد، فدوس كده فتح شاهد. فلو انت مثلا بتشتري حاجه فتاكد ان انت تشتري اخر حاجه منها، لان كل شويه بيحصل تجديدات زي ما انت شايف. فرق بصراحه كبير جدا بينه هو والقديم. لو هتسال على بطاريه